مرحبا بكم جميعا. إن شاء الله اليوم غادي نهضروا على النصب الإلكتروني عبر الروابط والتطبيقات المزيفة. في الآونة الأخيرة ولا النصب الإلكتروني كيشكل خطر كبير على بزاف ديال الناس، خصوصا مع انتشار الهواتف الذكية والتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. المحتالين كيعتمدوا على إرسال روابط مزيفة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل، وكيدعيوا باللي هاد الروابط تابعة للأبناك أو للشركات المعروفة. وملي كيدخل الشخص للرابط كيطلبوا منه معلومات شخصية أو بنكية بحال رقم البطاقة البنكية، كلمة السر أو رمز التحقق. ومن بعد كيستغلوا هاد المعلومات باش يسرقوا الحسابات والفلوس. كاين حتى نوع اخر ديال النصب وهو التطبيقات المزيفه اللي كتشبه بزاف التطبيقات البنكيه الرسميه. هاد التطبيقات كتكون مصممه باش تخدع المستخدم وتسرق المعطيات ديالو، وبمجرد تحميلها واستعمالها ومع اقتراب كذلك تنظيم التظاهرات الرياضيه الكبرى بحال كاس العالم، كينشروا بعض المحتالين تطبيقات وروابط كيدعيو انها كتخليك تتفرج في المباريات مجانا وبدون اشتراك. وكيطيحوا بزاف ديال الناس في هذا الفخ، حيث كيقوموا بتحميل تطبيقات مجهولات المصدر او كيعطيو معلومات شخصيه، وهذا الشيء كيعرضهم لسرقه الحسابات البنكيه واختراق هواتفهم. ولهذا كينصحوا المختصين في الامن الرقمي بما يلي: ما تضغطش على اي رابط مشبوه او مجهول المصدر، حمل تطبيقات غير من المتاجر الرسميه، ما تعطيش كلمه السر او رمز التحقق لاي شخص، فعل خاصيه التحقق بخطوتي لحمايه الحسابات ديالك، تاكد من صحه المواقع قبل ما تدخل اي معلومات شخصيه او بنكيه، حدد الهاتف او التطبيقات ديالك بانتظام، تجنب تحميل تطبيقات مشاهده المباريات من مصادر غير موثوقه. في الاخير الحذر والوعي هما احسن وسيله باش تحمي راسك من النصب الالكتروني. قبل ما تضغط على اي رابط او تحمل اي تطبيق، تاكد مزيان من المصدر ديالو، لان دقيقه ديال التحقق ممكن تجنبك خسارة أموالك ولا اختراق الحسابات ديالك. خلي بالك وحمي حساباتك البنكية ومعطياتك الشخصية، وإياك تثيق في داكشي اللي كيتنشر في الانترنت. شكرا لكم.